في اطفال منهم راحوا واكلينها على طول. الفقراء بس هم اللي دايما عندهم احساس انهم عايزين يثبتوا للي حواليهم ان هم مش فقراء. ايه اللي حصل ده؟ بص كده بسرعة على السكرين مكتوب ايه. ايوه الفصل. اوف. النهارده هنتكلم عن عكس الحلقة اللي فاتت بقى، 10 حاجات بيعملها الاغنياء والفقراء ما بيعملوهاش. لا، المرة اللي فاتت كان 10 حاجات بيعملها الفقراء والاغنياء ما بيعملوهاش. المرة دي 10 حاجات بيعملها الاغنياء والفقراء ما بيعملوهاش، العكس. حلقة النهارده بطولة لاتفيا، كان فيها شوية حاجات كده، كان فيها اولد سيتي تتمشى فيها شوية قصور ومباني وكده. لاتفيا عاصمتها ريجا. لاتفيا عاصمتها ريجا. عايزين نتأكد من المعلومة دي. Hey Siri, what's the capital of Latvia? Riga is the capital of Latvia. ريجا is the capital of Latvia. شفت بقى؟ المقدمة بتاعت الحلقة دي مش هتبقى طويلة بقى، في المختصر المفيد كده على طول. هي الحلقة دي كلها أصلا غالبا مش طويلة. I hope إنها ما تعديش 10-12 دقيقة. يا أهلا تاني. النهاردة هنتكلم عن عكس الحلقة اللي فاتت، وهقول لك على 10 حاجات بيعملها الغني والفقير ما بيعملهاش. وهكرر على السريع أهمية إنك تكون اتفرجت على الحلقة 0 قبل ما تتفرج على الحلقة دي أو أي حلقة من حلقاتي عموما، وطبعا اللينك بتاعها هنا اهو. وكمان هقول لك إن مهم جدا تكون اتفرجت على مقدمة سلسلة الغني والفقير والحلقة اللي فاتت كمان قبل ما تتفرج على الحلقة دي، ويستحسن تتفرج على المقدمة والحلقة الأولانية قبل ما تتفرج على الحلقات اللي جاية كمان في بقية السلسلة دي. وهحط لك اللينك بتاع السلسلة كاملة فوق هنا على الشمال. يلا بينا نشوف 10 حاجات بيعملها الغني والفقير ما بيعملهاش. اول حاجة بيعملها الغني وما بيعملهاش الفقير هي ان الغني بيصرف اقل من اللي يقدر يصرفه. يعني يبقى قادر يجيب الحاجة اللي ب100 لكن يجيب الحاجة اللي ب80. مش بخل طبعا والسذاجة دي، ولكن الغني دايما بيكون حريص في الطريقة اللي بيصرف بيها، ومش لانه مجرد معاه تمن الحاجة يبقى لازم يشتريها. بالعكس، ده بيكون عنده منهج في الحياة ان هو دايما يحاول يوفر في اي مساحة تسمح بالتوفير. ودايما هتلاقي الغني بيستخدم مهاراته في التفاوض في انه يحاول يوصل لاحسن سعر في الحاجة اللي هيشتريها، وده بالرغم من ان معاه اكتر من تمنها. تلاقي الغني من دول رصيده في البنك فيه ملايين وراكب عربية عادية جدا، مش مشتري اسرع واجدد واغلى عربية في العالم ولا حاجة. وانا طبعا عارف ان في اغنياء كتير راكبين ما لذ وطاب من العربيات، ولكن دايما اغلب الاغنياء بيطبقوا سر من اسرار الصرف علشان يحافظوا على ثرواتهم دي. والسر ده هو قاعدة live below your means، يعني اصرف اقل من اللي انت فعليا تقدر تصرفه، مش تستلف علشان تكمل على اللي معاك عشان تشتري حاجة ملهاش لازمة وقيمتها بتقل مع الوقت. تاني حاجة بيعملها الاغنياء هي ان دايما عندهم اهداف واضحة ومستمرة، ومش بس اهداف مالية، عندهم دايما اهداف عموما. وبيصحوا الصبح عارفين هم هيعملوا ايه في اليوم، وده لانهم بيكونوا محضرين للتاسكس بتاعتهم في اليوم ده من قبل ما يناموا اساسا. مش بس كده، دايما هتلاقي الاغنياء والناس الناجحة والمنتجة عموما على طول ماشيين بالكالندر، واهتمامهم باجندة مواعيدهم تكاد تكون في اهمية اهتمامهم بالاكل والشرب. وده لان الغني ما عندوش وقت يضيعه على الفاضي، ودايما بيتحرك بنظام من هدف للي بعديه واللي بعديه وهكذا. هتلاقي الغني عنده هدف كبير جدا عايز يوصله في سنين، وهيكون مقسم الهدف ده لأهداف سنوية، والأهداف السنوية دي برضو مقسمها لأهداف أصغر شهرية وأسبوعية ويومية كمان. والغني بيتأكد إنه كل يوم ياخد خطوة واحدة على الأقل في اتجاه تحقيق الأهداف الصغيرة فالكبيرة فالأكبر منها وهكذا. تالت حاجة بيعملها الأغنياء هي إنهم مش بيشتغلوا علشان الفلوس، لكن بيشغلوا فلوسهم عندهم. وده على عكس الفقير اللي دايما هتلاقيه بيقع في فخ مقايضة الوقت بالفلوس، وبيضيع جزء كبير من عمره في الوظيفة من 9 ل5 وشكرا على كده. إنما الغني بيدور على إنه إزاي يوجد شيء بيشتغل ويطلع فلوس، وبعدين يجيب حد مجرد يدير الشيء ده في مقابل مرتب، بينما الغني هو اللي بيحصل على كل الأرباح. وده فن اسمه فن الاوتوميشن والديليجيشن. يعني بالعربي البسيط كده، الغني هتلاقيه بيبتكر او بينتج او بيصنع حاجة، وبعدين يجيب حد يمشيله المنتج او الخدمة دي، فيقوم موظف عنده واحد فقير. الفقير يشتغل كل يوم من 9 ل5 ويبدل وقته بالفلوس، واخر الشهر ياخد المرتب الثابت والمضمون والقليل، لانه طبعا مش عايز ياخد اي مخاطرة. بينما باقي ارباح الموضوع كلها بتروح للغني اللي اخد المخاطرة كلها وكمان وظف الفقير. وبعد ما الغني يتأكد ان الموظف هيدير شغله بالنيابة عنه كويس، بيقوم سايبه ويمشي الدنيا ويدور هو على المشروع اللي بعديه واللي بعديه وهكذا.
رابع حاجة بيعملها الأغنياء هي إنهم بيبصوا على المدى البعيد وبيعملوا خططهم على مدار سنين ومش بيبصوا تحت رجليهم وبس، وده على عكس الفقير اللي فاكر إن هو هيحقق كل أهدافه بكرة الصبح أو بالكتير قوي الشهر الجاي. The poor overestimate what they can do in a year and underestimate what they can do in 5. ودي غلطة دايما بيقع فيها الفقير، وتلاقيه في عقله اللاواعي بيعظم جدا في إمكانياته لتحقيق أهدافه في سنة، وبيتجاهل تماما وما يفكرش خالص في إن إمكانية تحقيق أهدافه دي في 3 أو 5 أو حتى 10 سنين فرصتها أكبر بكتير. تلاقي الفقير بيقولك أنا كمان سنة هكون أغنى واحد في صحابي، أو بعد 6 شهور من التمرين في الجيم هعدي البيج رامي، أو قبل نهاية السنة هكون مدير مديري. الغني ما بيفكرش كده خالص. الغني عارف أهمية وقيمة الوقت، والوقت عنده أغلى من الفلوس، ولكن ده مش معناه إنه بيستعجل المكسب أو بيدور على النحتاية السريعة. بالعكس، الغني بيدرس ويخطط وبياخد وقته وما يستعجلش، وده لأنه ماشي ورا خطة، والخطة ليها تايم فريم واضح ومحدد ومش متكروت. خامس حاجة بيعملها الأغنياء إن هتلاقيهم في المتوسط بيناموا عدد ساعات أقل من الفقراء، وده غالبا لأن زي ما قلت في النقط اللي فاتت، الغني بيصحى كل يوم وعارف هو هيعمل إيه في اليوم، وعارف عدد الحاجات اللي عليه إن هو يخلصها ما بين اجتماعات ومقابلات ومتابعات وغيره. وكمان الغني عارف كويس قوي قيمة كل دقيقة وكل لحظة. ده غير انه ممكن جدا من كتر حماسه للشغل والانتاج بيكون متحمس للصحيان بدري وبعد نوم وقت قليل، زي ما كده اي حد بيكون متحمس وبيصحى بدري قبل سفرية حلوة مثلا، او لو حتى عنده ميعاد غرامي، او قبل اي حدث حلو هيحصل له وكان مستنيه، بتلاقيه قايم من نجمة. اهو الاغنياء كده متحمسين لشغلهم فبيصحوا من بدري على طول. على عكس كده هتلاقي الفقير بينام له بتاع 9 ولا 10 ولا حتى 12 ساعة، وده لان ما عندوش حاجة يقوم لها، ولو عنده حاجة يقوم لها فهي غالبا حاجة تقيلة على قلبه ومش عايز يعملها، فبيهرب منها بالنوم لساعات زيادة عن احتياجه. لو انت بتنام اكتر من 10 ساعات في اليوم، فده معناه ان انت حرفيا تقريبا هتضيع نص عمرك في النوم، بينما 6 أو 7 ساعات نوم هيغطوا كل احتياج جسمك من الراحة المطلوبة، وهيكون عندك وقت أكتر في حياتك عشان تنتج وتكبر وتتعلم وتعيش عيشة مليانة. الأغنياء بيكون عندهم أكتر من مصدر للدخل، وده على عكس الفقير اللي غالبا بيكون معتمد على الوظيفة ومرتبها وبس. الغني دايما بينوع في مصادر دخله، وممكن جدا برضه يكون عنده وظيفة، ولكن هتلاقي الوظيفة دي بمواصفات مختلفة شوية. غالبا هيكون بيمتلك شركته أو المشروع الخاص بيه، أو حتى شريك في شركة وبياخد عمولة، أو بياخد نسبة من الأرباح غير المرتب، وبكده بيبقى كأنه برضه مالك لجزء من الشركة. وغير الوظيفة دي لو سميتها وظيفة، هتلاقيه جنبها مثلا عنده عقار مأجره وبيدخل له دخل زيادة، وكمان غالبا هيكون عنده بيزنس خاص اونلاين بيدخل له فلوس وهو نايم، غير انه طبعا هيكون مستثمر في بعض اشكال التداول على المنصات اونلاين وغيره وغيره وغيره. وبكده الغني مش معتمد على مصدر واحد وبس للدخل، ولو المصدر ده وقف يبقى كل دخل وقف، ولازم يدور على شغل جديد او مصدر دخل تاني وفي وقت الزنقة. حاجة تانية بيعملها الأغنياء هي إنهم بيضحوا بالاستمتاع السريع دلوقتي في مقابل الاستمتاع الصح قدام. الأغنياء دايما بيطبقوا مبدأ delayed gratification أو المكافأة المتأجلة. مفيش حاجة اسمها إنك تغتني بسرعة إلا لو ورثت، أو لو كان حظك حلو جدا، أو لو عملت حاجة غلط. الفقير دايما مستعجل على الانبساط، والغني دايما بيأجله للوقت الصح. هحكي لك على تجربة. سنة 1972 في جامعة ستانفورد عملوا اختبار لطيف قوي. جابوا مجموعة من الأطفال الصغيرين وحطوهم في أوضة كل واحد لوحده، وإدوا لكل طفل خيار ما بين إنه ياخد حاجة حلوة دلوقتي أو ياخد حاجة أحلى بس بعد شوية، وسابوا مع كل واحد فيهم حتة مارشميلو، وقالوا له يا تاكلها دلوقتي وخلاص على كده، يا إما تستنى وبعد شوية هنديلك واحدة تانية زيادة عليها. في أطفال منهم راحوا واكلينها على طول، وفي أطفال تانية استنوا وأكلوا الاتنين بعد شوية. وتابعت الدراسة الأطفال دي بعد سنين، ووصلوا لنتيجة إن الأطفال اللي مسكت نفسها وأجلوا توقيت المكافأة اللي هي حتة المارشميلو وصلوا لنتائج أحسن في حياتهم عموما. وده بان في الدراسة مثلا في نتائج الأطفال دول لما كبروا في امتحاناتهم، وكمان في محافظتهم على صحتهم وجسمهم، وفي مقاييس تانية كتير في الحياة عموما. الأغنياء بقى عارفين حكاية تأجيل المكافأة دي، ودايما بيشتغلوا صح على المدى الطويل بدل الكرواتة في المدة القصيرة، وزي ما بيتقال كده اتقل تاخد حاجة نظيفة. الأغنياء كمان مش بيبذلوا أي مجهود علشان يبينوا إن هم أغنياء، وبالذات كل ما كانوا أغنياء أكتر الموضوع ده ما بيفرقش معاهم نهائي. سيبك من الأغنياء ومن الأغنياء قوي ومن الأغنياء قوي قوي، وبص كده على أغنى أغنياء العالم. الناس دي اصلا من كتر ما هي ما عندهاش وقت في التفكير في لبسهم والتفكير في حاجات زي ترى هلبس ايه النهارده وايه اللي يليق على ايه، هتلاقي كتير منهم اختاروا شكل معين او لبس واحد بعينه كده وعلى طول لابسينه هو ده وبس.
ده غير ان ناس في المستوى ده من الغنى مش محتاجين اساسا ان هم يثبتوا اي شيء لاي حد، بل بالعكس عادي جدا ان الناس دي لو لبست خيش هيتحول الخيش لموضة الاثرياء والفقراء اللي بيقلدوهم. الفقراء بس هم اللي دايما عندهم احساس انهم عايزين يثبتوا للي حواليهم ان هم مش فقراء، فبيضطروا يعملوا كده عن طريق لبسهم وعربياتهم وموبايلاتهم، وحتى لو ده معناه انهم هيتدينوا علشان يعملوا كده. مش مهم محفظتك بكام، المهم جواها في كام. الأغنياء عندهم هوايات ووقت مخصوص للانبساط، وبيطبقوا مبدأ work hard and play hard. وهتلاقي الأغنياء بيحاولوا دايما في الوقت الصح ياخدوا أجازة حلوة ويفصلوا عن كل حاجة، وبيكون كتير منهم عنده هوايات أو حاجات بيحب يعملها يكون من خلالها بيشحن بطاريته، وبيفكر نفسه إن الحياة مش مجرد شغل وجري ورا الفلوس وبس، لا، في كمان جزء مهم للراحة والانبساط والاستمتاع بثمرة المجهود المبذول في باقي أيام السنة. وده طبعا بيساعدهم جامد علشان يقدروا يرجعوا ويكملوا، وده غير طبعا إن طعم الراحة من بعد التعب أحلى بكتير. حاجة تانية بيعملها الأغنياء والفقراء ما بيعملوهاش، ودي بقى من أهم الحاجات بالنسبة لي، تقدر تقول عليها كده personal favorite. هتلاقي إن الأغنياء دايما بيقروا كتير قوي. دايما بنسمع إن CEO في المتوسط بيقرا حوالي 50 كتاب في السنة. عارف الشخص العادي بيقرا كام كتاب في السنة؟ كتاب ونص، ودي دراسة معمولة في أمريكا. تفتكر لو في أمريكا المواطن العادي بيقرا كتاب ونص في السنة، يبقى في منطقتنا العربية المواطن العادي بيقرا كام كتاب في السنة؟ الغني عارف المقولة اللي بتقول the more you learn the more you earn، يعني كل ما هتتعلم اكتر كل ما هتكسب اكتر. علشان كده انا عامل سلسلة كاملة لترشيحاتي عن الكتب اللي هتفيدك في حياتك المالية، وكمان في نواحي تانية في حياتك غير المالية. ولو دوست على اللينك اللي هيظهر فوق هنا على الشمال هياخدك للسلسلة الكاملة للكتب اللي انا اتكلمت عنها، وفي الحلقات دي اديت نبذة عن المواضيع الاساسية اللي الكتب دي بتتكلم عنها وبتناقشها. النهاردة كلمتك عن 10 حاجات بيعملها الغني وما بيعملهاش الفقير. الحلقة اللي جاية هنكمل سلسلة الغني والفقير، وهنكمل المقارنة ما بينهم علشان نحاول نقرب من عقلية الغني ونتجنب عقلية الفقير. وزي ما انا ذكرت في 10 نقطة موجودة عند الغني ومش موجودة عند الفقير، اللي هي حب القراية، يبقى من المنطقي جدا ان كلمة السر النهاردة تكون مش مهم معاك كام، المهم عقلك فيه ايه. معلش هي كلمة السر طويلة شوية النهاردة، بس اوعدك ان الحبر مش هيخلص في الكيبورد بتاعك لو كتبتها. تيجي تتفرج معايا على الكواليس؟ تعال، بس ايه، لو ما عملتش لايك لسه اعمل دلوقتي، ولو لسه مش مشترك على القناة وبتتفرج وتجري اشترك دلوقتي وما تجريش، واكتب لي في التعليقات مش مهم معاك كام، المهم عقلك فيه ايه. ولو عايز تبسطني قوي اعمل التلاتة. تحياتي. هو انا بس مش عارف التمثال بتاع لاتفيا ده بيحكي عن ايه، يعني الست اللي واقفه معلقه ايدها فوق كده بيحكي عن ايه؟ ما عايز ابقى ريسيرش الموضوع ده. الساعة 8، انا برضو خلي بالك انا نعسان جدا. ايوه ما هو انا صاحي الساعة 3 الا الصبح. ماشي، انت عندك مايند سيت الغني، انا عندي مايند سيت اللي عايز ينام. انت عايز تنام كام ساعة؟ 10 10 ايه لما انا لسه قايل الفشلة هم اللي بيناموا 10 و11 ساعة. عايز اهرش في وشي من جوه. في اتجاه تحقيق أهدافه الصغيرة فالكبيرة فالأكبر منها، وهكذا. في اتجاه تحقيق أهدافه الصغيرة فالكبيرة. في اتجاه تحقيقه، أنا نهار اسود الجملة دي قلتها 30 مرة وهي جملة تافهة. في اتجاه تحقيق، في اتجاه يا حبيبي اوعي تاني. هتلاقيه جنبها مثلا عنده عقار معجره. ايه ده ايه اللي حصل ده؟ بص كده بسرعة على السكرين مكتوب ايه؟ تقريبا فاصل. اوف.